اليوم قصتنا عن 3 أشخاص تعرضوا لمواقف مرعبة واختفاءات غريبة بسبب الشيء اللي سووه خلاهم يعانون أسوأ نهاية إلهم. اليوم قصتنا تتحدث عن سارة ونوح يا جماعة الخير. سارة ونوح اتفقوا على صديقهم جيف يزورونه بالبيت ويسهرون وياه الليلة أفلام رعب وهاي الأمور. ورا ما وصلوا البيت جيف يا جماعة الخير قعدوا وجهزوا أغراضهم، شغلوا فيلم رعب. والفيلم الرعب كان يتحدث عن استحضار الأرواح والتكلم معها والخطورة الأمر البيه. ورا ما خلص الفيلم يا جماعة الخير جيف فتح الموضوع وقال لهم الأشباح مو حقيقية والاستحضارات الفيلم كله كذب. فنوح ايضا وافق بالامر واتفقوا اثنيناتهم ان يسوون نفس ما صار بالفيلم، يجيبون له حلويجه ويسوون الطقوس على مود يشوفوا اذا هذا صح او لا، وهم اثنيناتهم يظنون الامر كله عباره عن كذبه. فساره قامت وعارضتهم على الموضوع، قالت لهم مستحيل، انا اخاف وهاي الامور وممكن يصير حقيقه وممكن نتاذى. فجيف ونوح قال لها يا معوده ماكو هيك الامور وخلنا نسوي من باب المتعه واحنا ندي الليل وايضا نضيع وقت. فجابوا ورقه كتبوا عليها احرف والارقام وكاس يستخدم على مود تحريك الاحرف. فلما خلصوا كل شيء جابوا شموع شغلوهن قعدوا بشكل مثلث. ورا ما طفوا الجلوبات يا جماعه الخير صارت الغرفه عباره عن ظلمه بس الشمع موجود. خلوا اصابعهم على الكاس وبداوا يقولون هل انت هنا؟ هل توجد ارواح؟ هل يمكن التواصل؟ اعطينا اشاره. ورا ما خلصوا من هاي الامور كل واحد سكت وبقى يباوع من حوله منا ومنا عسى يشوف شيء او تغير. فبقوا في لحظات يباوعون ما صار اي شيء تغير. فقال خلينا نحاول مره ثانيه يا جماعه الخير. وما حاولوا مره ثانيه قالوا هل انت هنا؟ سمعوا صوت ركض موجود بالممر المربوط بالغرفه. فاول ما سمعوا مباشره بهاي اللحظه ثلاثتهم قاموا من الخوف وبقوا يباوعون يشوفون شنو صار. راح جيف يركض شغل الجلوبات وباوع بالممر وما شافوا اي شيء. بس من صارت هاي الحدث خلاهم يخافون. فمن صار هذا الموضوع الخوف اللي عندهم فقالوا خلينا نبدل الموضوع ونكمل على شغلات عاديه. فيا جماعه الخير كملوا ليلتهم بهاي الامور سوالف عشوائيه على بس ينسون الصار. الى ان يا جماعه الخير دق جرس الساعه ب3 بالليل والجرس كان صوته كلش عالي مال الساعه خلاهم يفوزون مكانهم وشافوا ساعه ب3. فهنا نوح وساره قالوا جيف يا احنا راح نروح وصلنا وقت متاخر ونروح ورد لاهالينا. فجيف وصلوا من الباب وطلعوا كل شيء عادي. الى ان بقى جيف وحده بالبيت فبقى يفكر بالامر اللي صار وبقى اجته نوبه خوف. ياخذ نروح للفراش ونام وغلس الموضوع بشكل نهائي. فاول ما وصل الفراش بقى الامر صار بباله شنو صوت الركض وهاي ودور البيت ما لقى شيء. فاول ما وصل الفراش نام تغطى. ورا ما رد يخفى سمع بالممر ركض مره ثانيه. فقبل قام من الفراش بشكل خايف فتح الباب لقى جماعه الخير الجلوبات مال البيت كلها طافيه الا جلوب غرفته مشتغل لانه هو عافى قبل لا ينام. هو يباوع بالممر يا جماعه الخير لقى ظل، شاف ظل اسود واقف نهايه الممر يباوع عليه. فهو مش شاف الظل يا جماعه الخير مباشره جسمه قام يرجف من ورا الخوف وما يدري ايش يسوي، يشرد يدور شيء راح يهجم عليه. بقت هاي الافكار تجي بباله فهو صافن على الظل الاسود مباشره سمع صوت طق من ورا ما دروا على الغرفه مالته. لقى القلوب مال الغرفه طق وصارت البيت كله عباره عن ظلمه. فما شاف الوضع هيك داروا مره ثانيه على الظل لقى الظل ما موجود. فمباشره قال راح اطلع من البيت وما ظل نهايه. فركض للدرج وهو جاي ينزل الدرج جته ضربه على راسه خلته يطيح ويفقد الوعي. الى قعد ثاني يوم الصبح ولقى وجهه مجروح يا جماعه الخير وكو دم مغطى وجهه. فمن شاف الوضع فجته نوبه الخوف طلع من البيت واتصل باصدقائه على نوح وساره. فاتصل اول شيء على نوح يا جماعه الخير حكى نوح. طلع نوح ايضا عانى من كوابيس مرعبه ويشوف شغلات وهو ينقتل ويتعرض للطعن فخلى هذا الامر الليل ما يقدر ينام. اما ساره حاولوا يتصلون بيها اثنيناتهم يحاولوا ماكو منها اي رد اي جواب ماكو. فقالوا خلينا نروح البيت ونشوف شنو صار وياها. فراحوا بقى يدقون الباب ماكو اي حس بالبيت. فقال خلينا نفتح الباب بالقوه ونشوف شكو. طبعا يا جماعه الخير وما لقوا الا اثار دم موجوده على الارض. ودوروا البيت ما لقوا البيت بشكل نهائي. دوروا الحديقه دوروا منا ما لقوا له اثر بس الدم موجود كان بالممر مال البيت. اتصلوا بالشرطه على مود يحققون بالموضوع ويشوفون البيت وين يدورون عليها. وحكى له على الموضوع ايش سوى. فالشرطه ضحك واخذ الموضوع مو بجديه بس اخذ موضوع الاختفاء البيت بجديه. قاموا يدورون ما لقوا له اي اثر بالمكان الى ما جاء الليل وهم ما لاقينه. فجيف ونوح بقى يسولفون بالموضوع واثنيناتهم خافوا يبلطون وحدهم بالبيت. فقالوا خلينا نبقى سوا على مود تخاف يصير ما يصير احنا موجودين سوا. فراح جيف البيت نوح يبات وياه تقريبا من دخلوا البيت وسووا كل شيء بشكل طبيعي وبقوا يفكرون بساره وين راحت والامور اللي صارت وياهم بسبب شيء سووا. يا جماعه الخير اجى الليل وقالوا خلينا ننام. اثنيناتهم ناموا على سرير واحد. فورا ما ناموا قعد جيف على صوت خطوات بالبيت واصوات غريبه. من بعد صفه ما لقى صديقه نوح موجود وباقي يسمع صوت خطوات موجوده جوا وصوت ضجيج من جوا من المطبخ. فورا ما نزل يا جماعه الخير لقى صديقه نوح كاظ سكينه ويطعن بروحه. فما شاف المنظر مباشره نكض عليه اخذ السكينه منه رد يوخر. كان نوح فاقد الوعي لان طاح يا جماعه الخير وبدون اي حركه بسبب الطعن
الطعن بروحه. فحاول جيف يصحيه ما صحى اي نهائيا، فاتصل بالشرطه مره ثانيه. ورا ما جت الشرطه يا جماعه الخير جوا للجثه لقوه ميت. مباشره الشرطه القت القبض على جيف لان هو الوحيد كان وياه، وصار بمحل شك بالموضوع. فخذوه المركز سولفون مع الامر وصديقته اختفت وايش سوينا. فكان جوابه غير مقنع وظنوا ان هذا مجنون، فدزوه المستشفى المجانين يا جماعه الخير. وهناك هو يتعرض للطبيب وحيسولف للموضوع مره ثانيه. فايضا الطبيب وصفه بانه هو مجنون والشخص اللي سواه بدون عقل وقتل صاحبه، بس قضيه البنت ما اكد ان هو سواها. بقى تقريبا شهر كامل يعاني من الكوابيس مرعبه، يشوف صديقه يطعن، شوف صديقتي يا جماعة الخير تتعرض للحبيب والله من قبل ظل اسود كبير. فبقت الكوابيس دائما تجيب يوميا بشكل متكرر الى يا جماعة الخير خلته يفقد عقله وما يحس شي يصير ما يصير. ورا فترة اختفى من المستشفى، دوروا عليه ما لقوه، الان راحوا لبيته لقوه هناك شانق روحه وميت. فهاي الشغلات صارت وياهم. البنت سارة اختفت وبقت بس بقعة الدم موجودة هناك وما حد يدري بيها وين ما وين. اما نوح تعرض للطعن بشكل متتالي الى ان ادى الى موته. وجيف صار مجنون بسبب الكوابيس تجي الى ان لقوه مختفي في المستشفى ولقوه بالبيت شانق روحه وميت. فهاي قصة اليوم، من تعجبكم لا تنسى لايك اشتراك كنتم سالمين. جود باي.